السلام عليكم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي، جيت نهضر معكم في هذا الفيديو. هذا يعني سبيسيال. هذا نهضر فيه شوية على راسي، وعاد ندخل في واحد الموضوع إن شاء الله بحول الله. يعني نهضر به على راسي من ناحية ديال المتتبعين ديال خالد لاليغا، اللي كان نشير لهم بهذا النداء هذا، يعني خاص لهم والمتابعين الجدد ان شاء الله اللي يكونوا في المستقبل. وهو بالنسبه لهذه الاذاعه، هذه القناه ديال خالد لاليغا. يعني انا عاد بديت دابا هذه شي 3 شهور الحمد لله. وراه كتعرفوا هذا القانون الجديد ديال اللي دارت اليوتيوب ديال 4000 ساعه و1000 مشترك. يعني راه كتعرفوا ماشي بحال شحال هادي لما اليوتيوب كانت دارت هاد الموقع ديالها. هذا ما كانوش عاطين هاد التحديد ديال هاد 4000 ساعه و1000 يعني ديال المشاركين باش يبداو يلوحوا لهم الفيديوهات ديالهم ويبداو يستافدوا منهم يعني ماديا ومعنويا. انا دابا اللي كنتمنى من الاخوان، يعني هما صعبوا شويه على اليوتيوبر باش يديروا يعني قنوات ديالهم ويعني يديروا واحد المحتوى اللي كيبغيوه، ولا شويه صعيب باش تدخل المنافسه. وهو المشكل دابا كتتعب بزاف الا ما كاينش مثلا متابعين ديالك اللي شويه يعني يديروا لك في اللايكات وكيبارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم اللي كيشوف الفيديو وكيطلع له الفيديو ديال خالد لاليغا وكيعجبو المحتوى ديال خالد لاليغا. ما نكذبش عليكم اخوتي، يعني راه والله الانسان، انا كنهضر صريح، انا ماشي من ديك الناس اللي كيختارعوا شي هضره ولا شي حاجه. ولا انا كنهضر في المواقع كامله اللي كتروج في العالم كامل، من ناحيه يعني اللي كنتبعو انا من ناحيه الهوايه ديالي انا ديال كره القدم والرياضه بصفه عامه، من غير شي حاله من الحالات اللي كتكون دايره ضجه وكتكون يعني كلشي كيهضر عليها. لما كتكون شويه ديال الكره يعني كتكون شويه بعيده، كيكونوا يعني شادين العطل ديالهم الانديه والفرق وهذه، وبزاف ديال يعني التظاهرات الرياضيه كتكون قليله. كتكون شي حاجه كيتبعوها الانسان، يعني كتكون دايره ضجه وكتكون دايره طوندوس، راه الانسان بامكانه يهضر عليها ما يلقاش علاش يهضر. انا بالنسبه للمحتوى ديالي اللي كنرتاح فيه وهو الرياضه، وكان يعني انا كندير دوبلا ما قلت انا كندير مجهود كبير باش كنهضر على هذه المسائل. هذه الحاجه اللي ما كتعجبنيش راني كنهضر عليها، وكنهضر عليها يعني بشغف وبعصبيه، لحقاش الحاجه اللي ما كتعجبنيش كنكون متعصب عليها. من ناحيه القرار ديال الكاف ولا ديال الفيفا ولا ديال المسؤولين اللي عندنا هنا في المغرب، ولا شي مسؤولين يعني في افريقيا ولا في الدول العربيه ولا في اوروبا، من ناحيه ديال الرياضه هذه. وهو اللي بغيت نزيد نهضر عليه، يعني الاخوان اللي الحمد لله يعني كيتوصلوا بهذا الفيديو ولا جميع الفيديوهات ديال خالد لاليغا وكيطلع ليهم وكيتصنتوا ليه، يعني يحاولوا يبارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم الفيديو باش يمشي بعيد ويدير مشاهدات كثيره، ونوصل ان شاء الله في هاد 4000 ساعه في ظرف وجيز و1000 مشترك ان شاء الله بحول الله، باش انا يعني القناه ديالي تطلع وتولي حتى هي من القنوات يعني اللي يعني دغيا يعني كتطلع في اليوتيوب وكينشروها في اليوتيوب وكيوليو الناس يعني كيتبعوها المتابعين بزاف. هادشي اللي كنتمنى ان شاء الله بحول الله من الاخوان ومن الاصدقاء المتابعين ديال خالد لاليغا اللي كيشوف الفيديوهات ديالو يبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالهم
ويديروا اللايك ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد إن شاء الله بحول الله. ونكمل هاد 4000 ساعة و1000 مشترك، وإن شاء الله القناة ديالي غتبدا تطلع، وغيكونوا المتابعين تبارك الله إن شاء الله يعني غيتوافدوا كتار، وغيكون الجديد إن شاء الله. وأنا راه كنهضر عندي نيشان ما كنتصنع ما حتى شي حاجة، ما كنشري أصوات، ما كنشري حتى شي حاجة، إن شاء الله بدراعي يعني المتابعين ديالي اللي كيعجبهم المحتوى ديالي والهضرة ديالي راه هما اللي غادي يعني يساعدوني ويتعاملوا معايا يعني باللايكات. ويعني إلا كان كيعجبهم الأسلوب ديالي راه هما راه حتى شي واحد ما كدوز عليه شي حاجة. راه واحد الإنسان كيرتاح لواحد الشخص وكيعجبو الأسلوب ديالو علاش كيهضر، راه الصلاة على النبي كيرتاح ليه وكيبدا يتفرج في الفيديو ديالو، راه كيشوف الفيديو ديالو كيكون مشترك له في القناة ديالو، راه كيطلع له الفيديو ديالو يبارطاجيه مع الأصدقاء، والحمد لله كيبداو يتوصلوه المتابعين تبارك الله كتار. وإن شاء الله هذا الشيء اللي كنتمنى كاع المتابعين ديال خالد لاليغا اللي تفرج في الفيديوهات ديالو يديروا اللايكات ويبارطاجيوهم مع الأصدقاء ديالهم الفيديوهات ديالي، ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، وهذه القناة تمشي بعيد إن شاء الله بحول الله. ونزيد نحاول نخدم على راسي ونشترك مع الإخوان لا في التعليقات ولا كل شيء، خليو الإخوان تعليقات يعني تكون تعليقات يعني في المستوى، ما تأذينيش يعني كشخصيا. الإنسان يقول تعليقات اللي ما عجباتوش يعني بآداب وبكل شيء، وأنا كذلك نجاوب عليها يعني بآداب. وأنا الحمد لله ما يسمعوش مني شي حاجة اللي ماشي هي هذيك، يعني أي حاجة كنعلق عليها واخا كتكون كضرني ولا كضر بلادنا ولا يعني كضر شي حاجة يعني ما كتعجبناش لا في الدول العربية ديالنا ولا في إفريقيا، راه كنهضروا عليها وكنهضروا عليها بآداب. هذا الشيء اللي بغيت نوصل للإخوان. وغادي دابا غادي نهضر على هذا الموضوع هذا يعني الثاني، وهو على حساب يعني أنتم كتشوفوا الفرق ديالنا حنا المغربية سبحان الله العظيم دايما في الكاف كنلقاو معاها مشاكل، لا في التحكيم ولا يعني في التوقيت ديال المباريات، بالأخص إلا وصلنا لنصف النهاية ولا النهاية يعني كيبدلوا التوقيت ديال المباريات ما عرفتش علاش. والتحكيم كذلك ما كيكونش يعني ماشي ينصفنا حنا التحكيم، يعني يكون يحكموا غير بالحق. اللي كنبغي نهضر عليه وكنشير ليه وهو كنطلب من الأستاذ فوزي القجع، دابا راه رئيس نائب يعني نائب رئيس يعني الكاف، راه عنده تدخل كبير تبارك الله، راه بلا به هو راه الرئيس ديال الكاف راه ما كيسوى لا شيء، راه القجع تبارك الله راه هو كل شيء. وكنعطي هذا النداء يعني الأستاذ ديالنا القجع كيناض بنوضة يعني تبارك الله يعني جميلة وكيشهد بها العالم من ناحية الرياضة في المغرب. فضل سيدنا الله ينصره محمد السادس الله يجعل ربي يشافيه ويعافيه تقف يعني في فوزي القجع. وفوزي القجع كان يعني قد الكلمة ديالو، وناض بالكرة المغربية والرياضة المغربية بصفة عامة نوضة جميلة، والحمد لله راه عطات الأكل ديالها. واللي كنتمناه هو بالأستاذ فوزي القجع يكمل على هذه النهضة ديالو، وهو يعني يدير تدخل من الناحية ديالنا حنا هنا في المغرب. هنا في المغرب راه ولاو كيحقرونا بزاف، والله السي فوزي القجع راه واش حقرا ولا ما نعرف. حنا نوصلوا النهائي ولا نصف النهائي ولا الدومي فينال كيبدلوا لنا الوقت ديال اللي كنلعبوا فيه باش يبتزونا ولا يلعبوا لنا على اعصابنا باش ما ندوش لاكوب ولا ما نمشوش بعيد في هاد لاكوب. ما عرفتش علاش هاد الكاف هادي كدير هاد الشيء، واللي مرأسها هو يعني باتريك موتسيبي، راه كتكون مجاوره في السراء والضراء. اللي كنتمنى منك السي فوزي القجع وهو تنوض بهاد النوضه هذه، يعني راه بزاف راه حقراتنا هاد الكاف هذه فوق القانون، والله راه بزاف اصاحبي. او حنا ديما بحال دابا نهضة بركان كانوا يلعبوا مع الربعه يلعبوهم مع الجوج، علاش حنا نلعبوا معاهم حتى مع العشرة الصباح ما عندناش المشكل الحمد لله. ها هما ما يحقروناش ما يديروناش في الجيب بزاف فيما نلعبوا حنا مع جنوب افريقيا ولا بحال هاد السيمبا التنزاني. هي مشات عندهم نهضة بركان 4 السوايع ولا 5 السوايع وما كيعذبوهم في المطار. علاش اصاحبي علاش؟ واش حنايا لما كيجيو لعندنا هنايا واش انت السي فوزي القجع
والناس المسؤولين اللي معاك واش كتعاملوهم بهذه المعاملة هذه، ولا كتستقبلوهم بالحليب والتمار والدقة المراكشية وتفرحوا بهم وأحسن أوتيل كيجلسوا فيه ويتمتعوا ياكلوا ويشربوا ويربيوا الفورمه بالقالب، وفي الاخر كيجيو يتبردوا علينا في التيران وكذا. وحنا لما نمشيو لعندهم لهيه يبداو يسخسخوا فينا ويسخسخوا في اللعابه ديالنا. علاش؟ هادشي راه خاصو يتبدل، هاد الفكر ديال لافريك خاصو يتبدل الا بغيتو افريقيا تمشي بعيد. راه افريقيا راه خاصها تمشي بعيد، راه الا بقات بحال هكا راه والو. وهاد المغرب هذا راه خاصهم يديروه فوق راسهم، راه هو اللي هزهم. راه ما كاينش شي فريق افريقي ولا عربي من التاريخ وصل لرابع العالم، قهر شحال من نادي اوروبي من الانديه الكبار، من المنتخبات الكبار، كبير الله سبحانه وتعالى. يعني بزاف من هذا الشيء هذا والله. وجميع الدول العربيه والدول الخليج وكاينين شي دول افريقيا كيهضروا على هذه المسائل هذه على المغرب. راه حشومه هاد الكف هادي تبقى دير لينا حنايا في هذه المسائل. مهزله، مهزله افريقيه. علاش هاد افريقيا ما تطورش؟ انت كتطور في بلادنا الحمد لله، وبلادنا غادا بعيد، وبغينا تطور افريقيا بصفه عامه. السي استاذ فوزي القجع بالاخص حنايا هنا في المغرب راه كيضيعونا في بزاف ديال الحوايج. هادشي انت راه منتبه ليه. ما عرفتش مازال واش ما جاتش الوقيته ديالو اللي غتهضر على هاد الشيء، ولا ما نعرف. السي فوزي القجع والله بغينا تحط هاد النقاط على الحروف باش نعرفوا حنا بلادنا والمنتخبات ديالنا والفرق ديالنا يعني كيلعبوا على جدارة واستحقاق، وكيضيعوهم في شحال ديال المنافسات وشحال ديال التظاهرات. هادشي دابا اللي كنشير لكاع المسؤولين بهذا النداء هذا باش ياخذوا بعين الاعتبار ويديروا شي حل لهاد افريقيا هذه باش ما تبقاش بحال هكا. افريقيا راه بزاف بزاف، راه ماشي حنا مسمينا العالم الثالث اصاحبي، غنبقاو العالم الثالث. راه حشومه صاحبي والله. وافريقيا مدعمه اوروبا كامله باللعابه، يعني راه كاينين وزاره افريقيين ومغاربه وعربيين في العالم كامل. وزاره كيسوقوا الطيارات، كيسوقوا لاكوبطيرات، مهندسين، علماء تبارك الله. ولكن علاش لافريك يعني تبقى محقوره دائما؟ لا بزاف. وكنتمنى هذا النداء يكون وصل للمسؤولين وياخذوا على الاعتبار يعني. وكنتمنى من المتابعين ديال خالد لا ليغا حاولوا كاع اللي شاف هذا الفيديو هذا ولا كاع الفيديوهات ديالو ديروا لايك وبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم وفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد ان شاء الله عليكم. ويعني المتابعين يوليو كثار ان شاء الله، ونكملوا هذا 4000 ساعه هذه في القريب العاجل ان شاء الله، و1000 مشترك باش القناه ديالي تبدا تطلع وتبدا تبان لكم دائما، والمتابعين يوليو كثار. وان شاء الله نبقاو نهضروا على مواضيع بزاف. وانا راه كنتعب في القناه ديالي لما كندير شي فيديو والله. انا ما كنتصنع حتى شي حاجه، ما كنشري ساعات، ما كنشري حتى شي حاجه. انا بالجهد ديالي، بالجهد ديال الله سبحانه وتعالى اول حاجه. ويعني كنتعب في الفيديو ديالي باش كنبغي يوصل للمتابعين ديالي ان شاء الله بحول الله بكل حب وصدق، وكنهضر معكم بصدق. وراه كاع اللي كيتصنت الفيديو ديالي وكيتفرج فيه راه كيعرف شنو كاين. وهذا الشيء اللي غنقول لكم اخوتي في هذا الفيديو. وان شاء الله المغرب راه يمشي بعيد، وان شاء الله الافتتاح ديال الملعب ديال الاولمبي ان شاء الله راه في قريب العاجل ان شاء الله، في هذا اليومين هذه ان شاء الله بحول الله. وغتشوفوا افتتاح اسطوري ان شاء الله بحول الله يا ربي يا كريم. يعني راه ملعب تبارك الله خيالي في يعني من ناحيه الاشغال ديالو. يعني 9 شهور، 9 شهور كمل الملعب، يعني ما كانش في التاريخ. وان شاء الله الملاعب الاخرى جايه في الطريق كذلك. وان شاء الله تكون واحد لاكوب دافريك ان شاء الله استثنائيه بالنسبه لافريقيا والعالم كامل، وغيشوفوا شي حاجه يعني تبارك الله عمرهم شافوها. وغادي يكون غير الخير من القدام ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم. ما تنساوش ديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. معكم خالد لاليكا، السلام عليكم.